خبر صادم وغير مفهوم. تم رفع ضريبة الدخول عبر معبر طابة من $25 فقط إلى $120 إلى الجواز الإسرائيلي. دعوات كتير لمقاطعة مصر منزلينها إسرائيليين كتير جدا على صفحاتهم وعاملين فيديوهات ومبهدلين الدنيا، والسبب بكل بساطة هو اللي هتسمعوه في الفيديو ده، فاعمل فولو لايك وشير وصل على النبي ويلا بينا. الإسرائيليين اللي بيهربوا بطريق بري من إسرائيل بيعدوا من معبر طابة لمصر، وللعلم المعبر ده كان محتل مع سينا وتم استرداده وبقى مصري 100%، ودي عايزة فيديو لوحده. المهم ان تذكرة عبور الفرد من معبر طابة كانت $25 قبل المدعكة اللي بتحصل، ولما المدعكة حصلت وبدأوا يهربوا بره بعد ما خربت عليهم جوه، التذاكر سعرها ارتفع ل$60، واذا كان عاجبهم معبرنا واحنا حرين فيه. فبعض الاسرائيليين طلع طالب بتنزيل سعر التذكرة تاني وحرام عليكم، وفضلوا ينددوا، والبعض الاخر طلع يطالب بمقاطعة مصر، فتقوم التذكرة فجأة تاني ترفع ل$120 بعد ما كانت $60، ودلوقتي هم بيطالبوا بمقاطعة مصر وعاملين حملة كبيرة. واحنا كمصريين واللي بيحب مصر من اي بلد في الدنيا عايزين نرد عليهم بحملة أكبر. فلو رجعت تتعامل باي منتج من اللي بيدعموا الكيان، ارجع قاطع تاني ومن كل قلبك المرة دي، واستنى فيديو هقول لك سبب اكبر يخليك تقاطع. والاهم انك لو وصلت لهنا ما تنساش تعمل فولو لايك وشير وتصلي على النبي.